كام عامل. طبعا يعتبر من اكتر المسلسلات اللي ناس كتيره مستنياها ومتشوق لها يعني بفارغ الصبر هو مسلسل الحشاشين. اتكلم طبعا عن كل اللي احنا محتاجين نبقى عارفينه عن المسلسل، لكن مع كل التفاصيل وكل حاجه. بس مع دلوقتي حاجتين. اول حاجه اني اللي هقوله ده عن رايي في المسلسل، وطبعا هو مجرد انطباع شخصي، تتفقوا ممكن ما تتفقوش معاه براحتكم طبعا، بس انا طبعا مهتم اعرف انتوا مستنيين المسلسل ولا لا، مستنيينه ليه او مش مستنيينه ليه. يا ريت تقولوا لي كل الكلام ده في الكومنتس. يا ريت برضو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للشانل، في ناس كتيره للاسف بتتفرج ومش عامله سبسكرايب، وريت يعني تعملوا لايك، زرار اللايك ده دوس عليه كده، كتروا من اللايكس في الحلقه. تعملوا لايك وشير سبسكرايب للشانل، اشتركوا على انستجرام بيج والفيسبوك بيج ومن فولو على تيك توك. ويلا بينا بقى نعرف ايه اللي محتاجين نعرفه عن مسلسل الحشاشين. مسلسل الحشاشين هو من بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، ولا معوض، احمد عيد، جميل الشافعي. مسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال ومن اخراج بيتر ميمي. اوكي، دول الكاست بشكل عام. مين من الكاست اللي ممكن يبقى عامل شغل حلو؟ فتحي عبد الوهاب طبعا اكيد ممكن يبقى عامل شغل قوي. اشوف احمد عيد هيبقى عامل ازاي في المسلسل، بالذات لو السنه اللي فاتت كان عامل قادره وانا ما شفتوش للاسف، بس ان هو كان عامل شغل كويس. اتمنى السنه دي يبقى عامل شغل احسن كمان في المسلسل. الشافعي اتمنى برضو يبقى عامل دور قوي في المسلسل، لان هو فعلا ممثل قوي جدا. من تأليف عبد الرحيم كمال. بصوا، عبد الرحيم كمال مؤلف قوي جدا، بيعمل شغل حلو، عمل قبل كده كذا حاجه كويسه، منها مسلسل والنوس الكبير يعني فخراني، وعمل برضه اسمه اهو ده اللي صار، وهرا كابول، وجزيره غمام. مسلسلات حلوه كويسه وكل حاجه، بس في صفه مشتركه لو تاخدوا بالكم بين كل المسلسلات اللي انا قلت لكم عليها دي. ايه هي؟ ان المسلسل بيبقى فيه مط كتير جدا، كلها 30 حلقه. 30 حلقه اكيد بيبقوا حلوين وانت بتستمتع وكل حاجه، بس في مشكله ان المسلسل بيبقى فيه مط كتير، بيبقى فيه كلام كتير، بيبقى فيه نوع من انواع، مش هقول لكم ملل، بس بيبقى فيه خد في كل قصه وقت طويل جدا. انا في الحشاشين الكلام ده مبيبقاش موجود قوي، لو هو موجود نعديه، فاهمين قصدي؟ يعني اتمنى ان الموضوع ما يبقاش كتير يعني في الحشاشين، اللي هو كان كتير في بقيه المسلسلات. اللي مطمناني مسلسل من اخراج بيتر ميمي، وبيتر ميمي من المخرجين اللي ببقى مستني له كل حاجه بيعملها، بس ببقى عايز اشوفه عمل ايه في المسلسل في فيلم، لان هو في المسلسلات بالذات مثلا عمل شغل حلو وبيتطور، ودي حاجه حلوه جدا. من اول مثلا الاب الروحي لحد الحشاشين في النص كان عامل شغل قوي في المسلسلات، وكل حاجه بيعملها بتبقى احسن من اللي قبلها، فدي حاجه حلوه. من شهادات الضمان اللي في المسلسل، او ده شخص انت ضامن ان انت هتشوف حاجه كويسه، وهو نجم كريم عبد العزيز. ما بيعملش اي مسلسل او فيلم وحش لو تاخدوا بالكم من الحكايه دي. هو واحمد عز يعني ما بيعملش اي حاجه وحشه، ولما ابتدى يعمل بطولات لمسلسلات وافلام ما بيعملش حاجه وحشه. حاجه نوعا ما مطمناني شويه من المسلسل. اتمنى ان هو يبقى في شغل قوي، يبقى في شغل حلو، بالذات ان احنا بنتكلم ان المسلسل ده هيدور في قديم. من اللي مثلا لو تاخدوا بالكم من التيزر تريلر اللي نازل ده، انا تريلرات حلوه قوي، شفنا ديكور جميل، شكل احنا ما شفناهوش قبل كده. واضح ان في انتاج كبير في المسلسل. يعني مسلسل من النوعيه دي يا اما هيبقى مسلسل حلو جدا، يا اما هيبقى مسلسل وحش جدا. فانا اتمنى ان هو يبقى حلو جدا يعني، وكلنا اكيد نتمنى حلو جدا، بالذات ان كل الناس مستنيه المسلسل ده. اقول لكم حاجه غير ان انا متشوق المسلسل، مستني، ما عنديش حاجه كتيره اقولها غير ان انا نفسي اشوف المسلسل. هو يعتبر اكشن سسبنس وحاجات كتيره وكده، ان هو يبقى فيه موظف كل ده، بالذات لما انا سمعت الحلقه الاولى هتبقى بتشد الجمهور اللي هو يتفرج عليها يعني. تمام، مفيش مشكله، دي حاجه حلوه جدا. اتمنى ان هو مسلسل يبقى نفس توقعات الناس. بالذات يا جماعه بصوا، مثلا ممكن معليش توقعاتي عشان في مسلسلات ممكن تبقى محبطه، بس في حد تاني لما يشوف الانتاج ده مع التصوير مع الاخراج مع حاجات كتيره، لو طلع حاجه غير اللي هو متخيلها ممكن يجيله نوع من انواع الاحباط شويه، فمش هيعجبه المسلسل. فانا اتمنى يا جماعه ان احنا برضو يعني نعمل حاجه قويه، لازم نخرج كده بره المعتاد، نعمل حاجه تقيله، نعمل حاجه حلوه. اتعلم، بالذات المسلسل ده اتاجل من السنه اللي فاتت لان هو ما كانش خلصان تقريبا حاجه كده، فانتوا خدتوا سنه بريك. من المفروض نشوفه ان احنا نشوف مسلسل قوي، نشوف مسلسل تقيل، نشوف مسلسل بالذات ان هو شكله
في صراعات كتيره وحاجات كتيره، فاتمنى ان هو يبقى على نفس توقعات الناس. وفي الاخر يا جماعه وجهه نظري في الاخر، ممكن ان المسلسل ينزل يبقى حلو قوي، ممكن يبقى سيء جدا، فعادي مفيهاش مشكله. وطبعا هنقول كل الكلام ده في الاخر. يعني انا اهم حاجه دلوقتي كلامكم انتوا ورايكم انتوا، تقولوا لي التيزر تريلر اللي نازل ده انت متشوق للمسلسل؟ هل انت عايز تشوف مسلسل؟ لو يا ريت تقول لي ليه، ولو لا يا ريت تقول لي ليه برضه. وان شاء الله طبعا هنعمل حلقه للقائمه الكامله لكل المسلسلات مع برنامج رامز مع كل حاجه، بس تنزل التريلرز الطويله نفهم المسلسل يبقى عامل ازاي من كل حاجه، عشان نبقى فاهمين احنا هنتكلم عن المسلسل وكل حاجه ازاي. كل ده هنتكلم عليه ان شاء الله. بس عشان بقى تيجي لك الحلقه دي يا ريت تعمل سبسكرايب للشانل وتفعل جرس التنبيهات عشان تيجي لك الحلقه اول باول. وفي الاخر يا ريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل، تشتركوا انستجرام بيج وفيسبوك بيج وعملوا فولو على تيك توك. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عندكم اي اقتراحات لاي حاجات عايزين نعمل لها ريفيو مثلا او نتكلم عليها والكلام ده كله، يا ريت تقولوا لي تحت في الكومنتس. اتمنى يكون الفيديو عجبكم.